عمرك فكرت ان خناقه صغيره ممكن تكون سبب في تدمير علاقتك بشريك حياتك؟ وليه اصلا بنسيب الحاجات الصغيره بتكبر بالشكل ده لدرجه انها ممكن تسبب انهيار في العلاقه؟ الخناقات الصغيره صديقي المتابع في نظرنا تافهه وبسيطه، والمشكله مش في الخناقه نفسها او في الخلاف، المشكله اننا بنفتكر ان الحاجات الصغيره دي مش مهمه وبنسيبها تتكرر وتكبر مع الوقت. كل خناقه مع شريك حياتك بتعمل خدشه بسيط، ولما الخدوش بتزيد العلاقه بتتكسر. طيب ليه الخناقات الصغيره بتكبر؟ اننا بنعيد نفس السيناريو. لما نفس المشكله تتكرر من غير حل بتحس انك عايش في دايره مفرغه. ومن ضمن اسباب ان الخناقات الصغيره بتكبر عدم فهم المشكله الحقيقيه ورا كل خناقه. ساعات صديقي المتابع خناقه تكون على حاجه بسيطه جدا لكن جواها رساله اعمق، زي ايه مثلا؟ انا حاسس ان مش مهم ليك، او عمرك ما هتفهم اللي جوايا. وهنا طبعا بيكون في غموض في المشاعر، والصوت العالي والنبره الهجوميه بيخلي كل خناقه تتحول لهجوم، والطرف الثاني بيتحول للدفاع بدل ما يحاول يفهمك. واثناء الكلام مع شريك حياتك بيدخل الكبرياء والتمسك بالراي. ساعات صديقي المتابع بننسى ان التنازل في الامور الصغيره بيحمل علاقه من الانهيار. كمان عدم التعبير عن الاحتياجات بشكل واضح وصريح بيخلي الطرف الثاني ممكن ما يفهمش انت متضايق من ايه اصلا. وعلى فكره الاهتمام بيطلب عادي، وكتير جدا بدل ما بنحل المشكله تلاقي التعامل برد فعل سريع وبنرد بعصبيه او تهكم، وده بيزود الموقف سوءا. ازاي بقى صديقي المتابع نتعامل مع الخناقات اللي زي دي؟ اسمع الاول قبل ما ترد. بدل ما تقاطع شريك حياتك اسمعه للاخر وحاول تفهم هو زعلان ليه. مش معنى انه في مشكله في الموقف ان الشخص نفسه غلط. هات المشكله واتكلموا عنها بدل ما تلوموا بعض، وتفتكر له كمان كل الخلافات اللي كانت قبل كده. وما تنساش اثناء النقاش تقول له كلمه حلوه، الحاجات دي بتلطف الجو. جمله زي انا مقدر تعبك، او احنا مش لازم نخلي الموضوع ده ياثر علينا، او اي كلمه ايجابيه. اسلوبك بالطريقه دي ممكن يهدي اي خناقه والطرف الثاني ما يقدرش يكمل، لان برستيج الخناقه بيروح. وطبعا لازم نفهم اصل المشكله، ودايما اسال نفسك هل المشكله في الفعل نفسه ولا في احساسي ناحيه الفعل؟ وحاول يبقى في وقت بينكم للكلام الهادي، واقعد مع شريك حياتك واتفقوا على حلول بسيطه. ودايما خليك مبادر بالود، ولو حسيت ان في خناقه جايه كلمه طيبه ممكن تهدي الموقف كله قبل ما يبدا اصلا. وربنا سبحانه وتعالى قال ولا تنسوا الفضل بينكم، يعني حتى لو اختلفتوا افتكروا الخير اللي بينكم. وحبيبك النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم خيركم لاهله، يعني الخير في التعامل مع اهل بيتك بيبان في المواقف الصغيره قبل الكبيره. البيت السعيد مش اللي ما بيحصلش فيه خلافات، البيت السعيد هو اللي بيقدر يحل الخلافات بحب واحترام. خلي دايما الخلافات الصغيره مجرد درس تقوي علاقتكم مش تهدمها، وخليكم دايما فريق واحد ضد المشكله مش ضد بعض. التسامح مهم جدا لاي علاقه ناجحه. صديقي المتابع الخناقات الصغيره زيها زي الشرار اللي ممكن تشعل نار كبيره لو ما طفتهاش بدري. فكر دايما هل الموقف اللي انا هتخانق عليه يستاهل ولا السعاده اللي ما بيننا اهم؟ وما تنسوش تشاركونا رايكم ايه ابسط سبب ممكن تكونوا فعلا اتخانقتوا عليه وتحول لمشكله كبيره. وكمان ما تنساش تقول لي اتصرفت فيه ازاي، وايه هي اكتر نصيحه حاسس ان هي هتفيدك فعلا. تعالوا نساعد بعض نبني علاقه اقوى واجمل. والسلام عليكم ورحمه الله.